العالمية أسود الأطلس هم أبطال العالم. أي رسام ذاك الذي رسمنا متوجين بكأس العالم؟ أي شاعر هذا الذي مجدنا وصرنا أبطال؟ أي مايسترو أتحفنا بالأداء كأنه إيقاع ونغم؟ موازاة مع هذا العزف المونديالي يصاحبنا السؤال الملح: من هو محمد وهبي؟ وهل يملك المايسترو الصامت النوطة المناسبة لمواجهة صخب المونديال مع المنتخب الأول؟ راه هذا السيد هذا كيخدم 18 16 ساعه في النهار، وكان تيتاثر محمد وهبي وراه اعتزل. ابن نادي أندرلخت البلجيكي الأكاديمي محمد وهبي بمثابة ماكينة تصنيع للمواهب، له توجه الاستحواذ والذكاء التكتيكي، هادئ كالبحر، لم يمارس اللعبة أبدا، لكن سجله مليء بالدراسات والتخطيط الاستراتيجي. وسط صمته كسر قيود العرف وسطر ملحمة المونديال مع منتخب الشباب. غريب هادئ، ما كيتحدثش بزاف ولكن يشتغل كثيرا. مارس 2026 اسم وهبي يتردد مجددا بين أروقة الجامعة. المايسترو الصامت سيقود المنتخب الأول نحو الحلم الكبير: التتويج بكأس العالم. 50 يوما على المونديال، تحديات بالجملة، أولها في محور الدفاع: اعتزال السيس وإصابة أكرد. معطى سيكون التحدي الأول لطاقم وهبي، ليس فقط للتعويض بل لضمان التناسق. الشعب المغربي عاشق للمستديرة وجنونها، ومولع بالإبداع الكروي كلحن موسيقي شعبي، ولكنه في طياته لن يشفي غليله إلا التتويج لإسكات الأفواه المتربصة. من جهة ثانية هناك من يقف متحيزا، ولكن تيبان لي بان من الصعب انه زعما يوصل النهائي ولا حتى نصف النهائي. تصريح جمال السلامي الذي أشعل الفتيل بين معارض ومؤيد ليس نشاز، فالمحلل خالد ياسين يسير في ذات التوجه ويعتبر إنجاز قطر مجرد صدفة يصعب تكرارها على الأقل في مونديال يونيو المقبل. ربان سفينة يعشق الإبحار الهادئ، وأمواج عاتية من أمال جماهير لا ترحم. فمن يا ترى سينتصر؟